لكن انت لما سبت التوتر والقلق على باب البلكونة قبل ما تدخل، حاربت الافكار السلبية بكوباية الشاي بالنعناع، بدأت الافكار الكرياتيف تتنفس وتخرج للنور، وبدأت انت تحس بالنور ده. فانت لما تبصمك بتدخل المعلومات في ذاكرتك المؤقتة، والوصلات العصبية بتبقى لسه ضعيفة، هتقولك فاضل كام اسبوع على المادة وانك تقدر تلمها، او هتقولك بلاش المشوار ده من اساسا، النهاردة الجو حر وبكرة اعذار تانية كتير. لو انت لسه مخلص ثانوية عامة ومش عارف ازاي تتأقلم على الحياة الجامعية وطريقة المذاكرة الصح، او لو انت في الجامعة ومش عارف ازاي تبدأ تذاكر لوحدك، مهما ذاكرت حفظت دايما بتلاقي المحصلة صفر وبتذاكر كأنك بتراجع من اول وجديد. فالحلقة دي علشانك. خلال الحلقة دي هعلمك ازاي تتعلم صح، في حلقة تعلم كيف تتعلم. في البداية كده هنبدأ الحلقة بسؤال بسيط هتسأله لنفسنا: هو انا بتعلم صح؟ او هل دي قدراتي فعلا وده استيعابي الحقيقي؟ ببقى مركز وانا بذاكر ولا انا مشتت؟ طب ايه اللي هيحصل لو استخدمت قدراتي الدماغية واستغلتها كلها بالطريقة الصح؟ هل نومي له علاقة بالجي بي اي بتاعي؟ طب النوم ده اصلا له علاقة بالذاكرة؟ طب المذاكرة بتاعتي من حديد ولا اي كلام؟ في الحلقة دي هجاوبك على كل الأسئلة دي، وهعرفك ازاي تذاكر صح، هعلمك ازاي تذاكر صح ومبادئ السيلف ستادي، هفهمك طريقة المذاكرة اللي تأهلك للشغل، وخاصة في مجالنا احنا كطلاب حاسبات ومعلومات اللي بيعتمد اعتماد كبير على التعلم الذاتي. ممكن يكون الكلام غريب عليك شوية وتسألني طب انا ازاي هتعلم فانا بقالي 16 سنة تقريبا بتعلم وبعدي عادي جدا، ايه الجديد؟ هبدأ لك الموضوع بمقارنة بسيطة عن اللي انت بتعمله وانت بتذاكر وبين اللي المفروض اصلا تعمله. ابتدائي واعدادي وثانوي بتذاكر بطريقة عادية جدا، بمعنى ان انا باخد الدرس بحفظه وبعدي. في الكلية لما تكبر شوية هتسمع عن مصطلح البصمجة. انت كطالب متعود تزنق نفسك قبل المادة ب3-4 ايام، يعني انت مقتنع ان منهج 4 أو 5 شهور انت مقتنع انك هتلمه في ساعتين جد وكوباية شاي. فانت ما قدامكش حاجة غير ان انت تتبع اسلوب البصمجة، وهي انك تحفظ الاسئلة باجابتها من غير فهم. ولو انت شايف ان دماغك حلوة شوية هتفهم المنهج وتدخل تحل. لكن الطريقة دي للأسف مداها قصير جدا، ما تنفعش على المدى البعيد، لأن هدفك الأول والأساسي منها إنك تعدي من الامتحان. في كل الحالات انت بتذاكر عشان ساعتين امتحان بس، وتخرج من الامتحان تقريبا ناسي كل حاجة تذاكر. فالطريقة دي للأسف عشان تتعلم صح محتاج تنساها. قبل ما نتعلم ازاي نتعلم لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق الدماغ البشري مخلوق معقد جدا يحتوي على أكتر من 100 مليار خلية عصبية تسمى النيرون، وكل خلية عصبية بها أكتر من 10,000 وصلة من الخلايا الأخرى. فأنت متخيل عدد الوصلات العصبية الكل في الدماغ هيكون قد إيه؟ تقريبا 100 تريليون خلية عصبية. فأنت مدرك مدى التعقيد الجزء ده، والجزء ده البسيط ده يكاد يكون متحكم في كل حاجة الإنسان بيعملها، ومن ضمنها عملية التعلم. عايزاك تعرف ان الدماغ البشري بتدي القدرة للإنسان انه يتعلم كل يوم شيء جديد. مهم تعرف الكلام ده عشان تكون عارف ان قدراتك موجودة، لكن انت محتاج تستغلها صح وتوظفها بالطريقة المناسبة. محتاج تعرف ان دماغك ليه حدود، تستوعب انك بتبدأ كل يوم بموارد محدودة ممكن تخلص منك في نص اليوم عادي جدا. طاقتك، وقتك، تركيزك، انتباهك، كل دي موارد محدودة. فحاول بقدر الامكان انك تستغلها في حاجات صح. تتعلم ازاي تدخل المعلومة جوه دماغك محتاج يتعرف على المعلومة مرة و2 و3، محتاج يربط المعلومة دي بمعلومات انت كنت مدخلها قبل كده، وبيهيئ دماغك في نفس الوقت لانه يستقبل معلومات جديدة. اهلا بيكم في اولى حلقات بودكاست ميكاست. معاكم امال العمدة، وهنتكلم النهاردة عن كورس من اهم كورسز السيلف ستادي، وهو كورس Learn How to Learn، تعلم كيف تتعلم. ممكن يكون الاغلب سمع عن الكورس ده، ففي الحلقة دي هنقدم لك الكورس بشكل مبسط جدا. هنتكلم عن اهم النقط اللي اتذكرت في الكورس ده، وهنتعلم مع بعض ازاي نتعلم. مهم تعرف ان الدماغ ليه انماط في التفكير. طب هنسأل نفسنا سؤال: يعني ايه نمط التفكير ده؟ او الانماط دي بستخدمها امتى وازاي؟ يعني ايه نمط التفكير؟ هي الطريقة اللي الدماغ بيفكر فيها، او الوضعية اللي بتكون فيها الخلايا بتاع الدماغ فيه وانت بتفكر. ايه هي الانماط دي بستخدمها امتى او ازاي؟ الدماغ بيتبع نمطين من التفكير: نمط التركيز ونمط التشتيت. نمط التركيز من اسمه هو وضع التركيز، يعني دماغك بتكون في أعلى درجات التركيز. بمعنى لو أنا بحل مسألة رياضية صعبة، أو بحاول تفهم معادلة معقدة، أو بتحل مسألة تفاضل مثلا، فأنت بتعمل عصر لدماغك.
بتجمع كل تركيزك في بؤرة معينة وهي المسألة اللي انت بتحلها، فهتلاقي تفكيرك منحصر في القوانين المعادلات اللي انت بتستخدمها او التركات اللي ممكن يكون الدكتور حاططها في المسألة او اي حاجة هتساعدك في المسألة دي. النمط ده من التفكير اسمه نمط التركيز، لأنك بتستدعى كل قدراتك الدماغية وبتوجهها في بؤرة معينة لحل المسألة أو لفهم أو تعلم أي شيء جديد. وضع التشتيت هو عكس وضع التركيز تماما. تخيل نفسك قاعد في البلكونة الساعة 3 الفجر، الجو رايق، في ايدك كوباية الشاي، فانت في عز الروقان ده هتلاقي دماغك بتجيب افكار كرياتيف جدا، هتلاقي خطط لتطوير ذات، هتلاقي حاجات كتير كنت ناسيها، ترشيحات لكتب، هتلاقي دماغك جابت حاجات من الغرب ربطتها بحاجات من الشرق. في الوضع ده هتلاقي دماغك مريحة وبتطلع افكار عبقرية جدا انت ما كنتش فكرت فيها قبل كده طول اليوم. طب الافكار دي كانت موجودة ولا انا دماغي لسه مخترعها؟ الافكار دي كانت موجودة في دماغك، بس القلق والتوتر والاعصاب المشدودة طول اليوم كانت حاجزاها في دماغك ومش راضية تطلعها. لكن انت لما سبت التوتر والقلق على باب البلكونة قبل ما تدخل، حاربت الافكار السلبية بكوباية الشاي بالنعناع، بدأت الافكار الكرياتيف تتنفس وتخرج للنور، وبدأت انت تحس بالنور ده. لو قدرت تتحكم في دماغك قبل ما تنام وتطرد كل الافكار السلبية ومنها جلد الذات حولته لتطوير ذات، هتطلع من دماغك بافكار عبقرية انت ما كنتش متخيل انها موجودة، وهتوصل لابعد حدود التفكير. الوضع ده اسمه وضع الروقان لانه بيكون ليه طابع استرخائي شوية، بمعنى ان الخلايا العصبية المسؤولة عن الوضع ده مرتبطة بخلايا عصبية لها علاقة بالاسترخاء. من اشهر الناس اللي استخدموا الوضع ده وانتجوا افكار عبقرية جدا توماس اديسون، الاسطورة اللي كلنا عارفينه، مخترع المصباح الكهربائي. كان بيطلع بافكار واختراعات غريبة وعجيبة وعبقرية في نفس الوقت من الوضع ده. مثال تاني الرسام العالمي سالفادور دالي، شهير بلوحاته غريبة جدا، كان بيستخدم الوضع ده في انه يرسم لوحات غريبة ومعقدة. هتلاقي اللوحات ليها بعدين مختلفين تماما. لو هتنظر من المنظور البعيد فانت شايف قدامك راجل عجوز وست عجوزة، من المنظور القريب شوية هتلاقي تفاصيل دقيقة، واحد ماسك مثلا عود عمال يعمل. فدي كلها حاجات كان صعب اي حد ممكن يتخيلها وهو في وضع التركيز او وهو مركز بالدرجة اللي هي. كان بيدخل في المود ازاي؟ كان بيقعد على الكرسي بيحاول انه يسترخي على قد ما يقدر، وبيسيب دماغه تتحكم في كل حاجة. كانت دماغه هي المتحكم الاول والرئيسي، سايب تفكيره مطلق العنان لتفكيره يعمل اللي هو عايزه. لكن كان قبل ما يدخل في وضع النوم كان بيمسك مفاتيح في ايده. قبل ما يدخل في وضع النوم المفاتيح دي كانت بتقع، كان بيصحى يجمع كل الافكار اللي هو عاملها او الرسومات اللي هو متخيلها، كان بيرسمها في ساعتها بحيث ان هو ما يكونش ناسي الحاجات دي. طب هتقولي طب ده واحد رسام وباله رايق وكرياتيف بالوضع ده علشانه اصلا، والتاني مخترع ولازم له افكار من دي. انا كطالب هستفيد ايه من الوضع ده؟ او في الرياضة، في الفيزياء، في المذاكرة عموما، انا هستخدم وضع الروقان ده في ايه؟ هبسطها لك بمثال بسيط. هقولك لو انت مثلا داخل مسابقة الجري، فهيكون قدامك خيارين: يا اما تستنى قبل المسابقة بيومين وتبدأ بقى تجري وتعمل وتهلك جسمك لحد ما انت اصلا مش هتبقى قادر تروح المسابقة، او تبدأ بالتدريج، تحط خطة صح ان انت تهيئ نفسك للمسابقة دي، هتبني بنية عضلية قوية بحيث انها تأهلك للمسابقة دي. فانت تبدأها بالتدريج، اول اسبوعين تسخين ثم السهل ثم الصعب. فالتدرج ده مهم لبناء عضلاتك، وكذلك بنيتك العصبية أو قدراتك الدماغية لازم تاخدها بالتدريب والتدريج. فالتحويل بين النظامين اللي هو نظام التشتيت اللي يكون فيه دماغك مريحة مفيش أي توتر وقلق، والنظام التاني نظام التركيز اللي دماغك فيه بتبقى تركيزك كله مركز في بؤرة معينة، مهم جدا لبناء البنية العصبية بتاعتك. يعني انت لو بتتعلم شيء جديد زي البرمجة مثلا، مهم تاخدها بالتدريج، يكون عندك طولة بال وتربط المفاهيم البرمجية ببعض. خدت النهاردة المتغيرات وأنواعها، المتغيرات دي هربطها اللوب هربطه بالاو او بي، هربطه بالداتا ستراكشر، الالجوريزم. فانت بتدي لعقلك المساحة انه يفكر ويستوعب الجزء اللي انت ذاكرته ويتأمل ويقارن بين ده وده ويسمع المصادر المختلفة ويسمع النقد احيانا. فانت لما بتتعلم حاجة جديدة لازم تدي لعقلك المساحة دي انه يستوعب الافكار ويحللها من كذا اتجاه ويتعرف على ابعادها. محتاج تنقل بين الوضعين، وضع التركيز اللي بتكون فيه بؤرة تفكيرك ضيقة جدا، ووضع التشتيت اللي بتكون فيه بؤرة التفكير أوسع واللي بتربط التفاصيل ببعض عشان تبان الصورة كاملة. دلوقتي فهمنا أنماط التفكير وأهميته في عملية التعلم. هنتكلم عن جزء مهم وهي الذاكرة.
ازاي الدماغ بيحفظ المعلومة؟ او هل دي قدراتي فعلا وده استيعابي الحقيقي؟ ببقى مركز وانا بذاكر ولا انا مشتت؟ قبل ما نعرف ازاي الدماغ بيذاكر المعلومة هنتكلم عن الذاكرة. الذاكرة هي جزء من الدماغ المسؤول عن الحفظ والتذكر. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان نوعين من الذاكرة المؤقتة أو قصيرة المدى والذاكرة الدائمة. الذاكرة المؤقتة أو قصيرة المدى هي الرامات بتاع الإنسان. الرامات طول ما انت شغال فهي شغالة معاك. الذاكرة دي بتشتغل تقريبا من مدة من 5 ل10 ثواني وممكن توصل لدقيقة. الذاكرة الدائمة أو طويلة المدى هي انت. الذاكرة الدائمة باختصار هي المستودع اللي بيخزن كل حاجة عنك من يوم ما اتولدت تقريبا. الذاكرة الدائمة بتخزن مواقف حصلت من سنين، تجاربك واللي اتعلمته طول حياتك. بيخزن فيها مهاراتك المكتسبة اللي مش بتحتاج منك وقت ولا تفكير عشان تتعلمها، وخاصة استخدام الأشياء وحركات الجسم، ازاي تمشي، ازاي تتكلم، ازاي تطبخ، والعادات اللا إرادية المكتسبة. ممكن نطلق عليها ذاكرة كيف تفعل الأشياء. ازاي الدماغ بيحفظ المعلومة؟ أول ما بتستقبل المعلومة الدماغ بيكون وصلة عصبية. الوصلة دي بتحمل المعلومة اللي انت حفظتها. الوصلة دي في بداية تكوينها زي أي حاجة ربنا خلقها بتكون ضعيفة لأنها لسه متكونة جديد. والذاكرة دي بتستقبل في المتوسط 4 معلومات بس، من 4 ل6، لكن المتوسط 4. لكن بالتكرار والمراجعة الوصلة دي بتقوى، وفي مرحلة التقوية بتنتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. طب أنا دلوقتي فهمت يعني إيه الذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة. إزاي الدماغ بيحفظ المعلومة؟ أول ما تستقبل المعلومة الدماغ بيكون وصلة عصبية بتحمل المعلومات اللي انت حفظتها. الوصلة دي بتكون ضعيفة زي أي حاجة ربنا خلقها لأنها لسه متكونة جديد. الذاكرة بتستقبل في المتوسط تقريبا 4 معلومات بس، لكن بالتكرار والمراجعة الوصلة دي بتقوى، وفي مرحلة التقوية بتنتقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. طب أنا ذاكرت ودلوقتي معلوماتي متخزنة في الذاكرة المؤقتة، أحولها ازاي للذاكرة الدائمة؟ خلينا متفقين ان احنا عندنا 4 معلومات في الذاكرة المؤقتة، وفي مرحلة التخزين بتنشأ وصلة عصبية ضعيفة تحمل المعلومات دي. فانت كل اللي محتاجه عشان تثبت المعلومة هي تقوية الوصلة العصبية اللي حاملة المعلومة دي عن طريق التكرار على فترات زمنية متباعدة. فانت التكرار المتباعد بيساعد على تقوية البنية العصبية دي، زي العضلات بالظبط محتاجة تدريب ووقت. فانت لما تبصمج بتدخل المعلومات في ذاكرتك المؤقتة والوصلات العصبية بتبقى لسه ضعيفة. فالامتحان انت بتبقى فاكر انك ذاكرت الجزء ده في الصفحة دي في المكان ده، لكن انت بتشوف الجزء ده مبكسل شوية مش واضح. ليه؟ لان الوصلة العصبية اصلا ضعيفة، لسه حديثة التكوين، ان هي ما خدتش وقتها انها تقوى بالدرجة الكافية. زي الجدار بالظبط، انت بتبني جزء من الجدار بتسيبه ينشف ويجمد ويتماسك مع بعضه، الطوب مع الاسمنت مع بعض لحد ما يبقى كتلة واحدة، وبعدها تبدأ تحمل عليه وتبني جزء تاني وتسيبه بنفس الطريقة، وهكذا. الخلاصة انك ما تذاكرش 24 ساعة في اليوم، لكن ذاكر ساعة او ساعتين كل يوم لمدة اسبوعين مثلا، هتعرف الفرق. بتحصل كتير انك بتكون بتذاكر مادة ونمت غصب عنك فتلاقي نفسك في نص الاري ومش عارف ايه اللي جابك هنا، او بتتفرج على فيلم وسحبت بعد الفيلم ده تلاقي نفسك في نص الفيلم والناس بتجري وراك وانت برضو مش فاهم ايه اللي جابك هنا. أثناء النوم الدماغ بيعمل عملية تنظيف ومحافظة على الدماغ، بمعنى إنه بيتخلص من السموم الموجودة في الدماغ واللي هي ناتج طبيعي لعمليات الأيض داخل الدماغ ده. فانت وانت مطبق قبل الامتحان ومش واخد كفايتك من النوم، دماغك ما بتبقاش اتخلصت من السموم دي بالشكل الكافي. وجود السموم دي داخل دماغك بتخليك تحس بالصداع، ان دماغك مرهق وانك مش قادر تفكر اصلا. فالدماغ أثناء النوم بيرتب المعلومات الجديدة وبيدمجها في شكل يسهل استيعابها ويحذف المعلومات اللي ملهاش لازمة. فالنوم هو ذروة وضع التشتيت، بمعنى لو انت نمت وانت بتتفرج على فيلم معين فانت دماغك هتكمل الفيلم ده، هتحلل الأحداث وتربطه ببعض وتلاقي نفسك في نص الفيلم من غير ما تحس. بالنسبة للنوم يا إما تكون من عصافير الصباح، فأفضل وقت للمذاكرة من بعد صلاة الفجر للظهر، فترة طويلة وهادية، تنام من 10 بالليل وتصحى قبل الفجر بساعة، هتحس إن اليوم طويل وفي بركة، وتذاكر بروقان للصبح وتكمل باقي اليوم عادي زي ما انت عايز. يا إما تكون من النوع السهاري بومات الليل اللي تعز السهر زي عينيها، وده معناه إن أفضل وقت للمذاكرة ليك من بين 8 بالليل لحد الفجر، فترة هادية وناعمة وتمر بسلام، والتحصيل فيها هيكون كويس خصوصا في الشتاء، وتنام من الفجر كده لحد الظهر. معنى التحفيز داخل الدماغ. البنية العصبية داخل دماغك بيتحكم فيها مواد كيميائية. المادة الكيميائية اللي هتكلم عنها النهاردة هي الدوبامين.
الدوبامين هو مادة كيميائية أو هرمون بمعنى أصح موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان. الهرمون ده بيعزز الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى إنه أصلا ناقل عصبي، أي إنه بيرسل إشارات بين الجسم والدماغ. لازم يكون في توازن في إفراز الهرمون ده لأنه مسؤول عن التحكم في المهارات الحركية والاستجابات العاطفية. نقص الدوبامين بيؤدي إلى الإرهاق، انخفاض الطاقة، تقل الحركة والكلام، يؤدي إلى المشاعر السلبية زي اليأس والكآبة والقلق وتقلب المزاج، التقليل من قيمة الذات ونقص الوعي الذاتي. فانت في مرحلة التعلم مهم جدا تكون حالتك النفسية تسمح بده، ويكون عندك طاقة وشغف انك تكمل. فالتركاية هنا ان احنا هنخلي عملية التعلم متعة لإفراز الدوبامين مش العكس، بمعنى ان انا بتعلم وبنجز فهيطلع لي دوبامين هيخليني اكمل في عملية التعلم. الدوبامين ده بنسميه دوبامين الانجاز. دوبامين الانجاز بمعنى ان انا لو قسمت الموضوع عندي لتاسكات مختلفة، فانا في كل تاسك هقوم مدي لنفسي مكافأة. المكافأة دي هتعزز عندي شعور الدوبامين او هتخلي هرمون السعادة يتفرز بمعنى اصح، فده يديك احساس ان انا انجزت. فالدوبامين ده هيخليك تكمل او هيديك دافع لانك تكمل. بيبقى عندك امتحان لمادة تقيلة شوية والمفروض تبدأ تذاكر، لكن بتلاقي نفسك لا إراديا عمال تأجل لبكرة والبعده والبعده وهكذا. أو عندك مثلا مشوار تقيل على قلبك، مشوار لمصلحة حكومية أو لازم تروح، فأنت بتقدم رجل وبتأخر رجل وبرضه ما بتروحوش. طب ايه السبب؟ أو ليه يعني؟ طب أنا ليه ما بعملش الحاجة دي بسرعة؟ السبب انك ما عندكش رغبة للمذاكرة او الخروج او غيره، هو الشعور بعدم الارتياح للي هيحصل كل ما تفكر في الجزء ده. انت مش حابب تعمل ده، فده بينشط في دماغك حاجة زي مراكز الألم في الدماغ، وبترجم مراكز الألم دي لوجع في الدماغ. فانت مثلا لما يكون في حاجة تقيلة على قلبك شوية، فانت بتحس بصداع خفيف كده، فانت مش عايز تعمل الحاجة دي، فدماغك يبدأ يطور او يدور على طرق عشان ما تحسش بالألم ده. فانت عشان ما تحسش بالألم ده هتلاقي دماغك بتجيب لك حجج وأعذار عشان ما تعملش المطلوب منك. هتقولك فاضل كام أسبوع على المادة وإنك تقدر تلمها، أو هتقولك بلاش المشوار ده من أساسا، النهاردة الجو حر وبكرة أعذار تانية كتير، وبينتهي بك الحال إنك بتسوف المهمة المطلوبة منك لأجل غير مسمى. فللأسف التطويل أو المماطلة من أخطر العادات السيئة اللي ممكن تقضي على مهاراتك وموهبتك، لأنك بتأجل المهارة أو الموهبة دي وما بتمارسهاش بشكل منتظم. فالأعصاب المسؤولة عن المهارة دي مع الوقت بتضعف وبتقل قدرتك واحدة واحدة بشكل ملحوظ. التأجيل عامل زي المخدر بالظبط، هيديك شعور لحظي بالارتياح، لكن الحقيقة علاقتك بالحاجة اللي انت عمال تسوفها هتتوتر أكتر، وكل ما تسوف هيبني حاجز بينك وبينها ومش هتقدر تعمل الحاجة دي تاني، وهيبقى سهل جدا تخدع نفسك في كل مرة عشان تأجل. المشكلة كلها في التسويف هي البدء، وإنك إزاي تاخد بس الخطوة الأولى، لأن الخطوة الأولى دايما هي الصعبة. في قاعدة اسمها قاعدة ال5 ثواني بتقول إنك القاعدة دي بتساعدك إنك تتحكم في مخك وتمنعه إنه يسترسل في الأفكار السلبية اللي ممكن تخليك تأجل في الحاجة دي. فأنت مثلا صاحي ومش قادر تقوم، فأنت بتعد بشكل عكسي 5 4 3 2 1 وتقوم من على السرير على طول. الفكرة انك بتمنع مخك لمدة 5 ثواني بالظبط من استرسال الافكار السلبية، فانت بتكون المتحكم فتقوم. لكن لو المخ فضل يجيب اعذار وحجج لان انت مش هتقوم، فانت مش هتقوم. فالاسلوب ده هيساعدك في الانجاز ويقلل عملية التسويف شوية، لانك بتقطع على مخك طريق الكسل والتسويف. في النهاية أتمنى تكون الحلقة عجبتكم جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا. استنونا في باقي حلقاتنا في برنامجكم المفضل ميك كاست.